ايمان كان عندها مناسبه، كنا بنتكلم ان احنا عايزين في مده قليله، عايزه تخلي الشيب بتاع جسمها كله يختلف عشان تقدري تحضري بالدريس اللي انت نفسك فيه والمقاسات تبقى متظبطه. فعملنا لها الحاجات اللي هي نقدر نعملها لها كلها للتخسيس الموضعي، وكان على راسهم الميزوثيرابي، وكمان اخدتي جلسات كافيتيشن والكرايو، وظبطنا السكادول ان الحاجه تبقى تمام ومناسبه ليها. طيب قلتي لي انت الكلام حلو، هو ده السبب اللي احنا صورنا الفيديو. قلتي لي المقاسات اخبارها ايه؟ في فرق كبير قوي وفي وقت قليل جدا، خصوصا فرق بقى مثلا عايزه اجيب حاجه، عايزه اجيب بنطلون ولا حاجه، بعدها 3 ايام الاقي البنطلون بقى واسع عليا. بنطلون جايباه 3 ايام وسع عليه، وبعديها بقى اللي هو مرحرح، مش بس مقفول، لا هو مرحرح. يعني احنا بعد شويه هنخش في النحافه ان شاء الله. تمام. كنت بخش على البناطيل مقاس 42 ولا حاجه، دلوقتي بقى 36. يا سلام ده بص اكتر اثبات، دايما بقول لكم يا جماعه التخسيس الموضوعي هايل، في خصوصا في نزول المقاسات. مش بنتكلم على ميزان بالرقم الكبير، على قد ما هو هتلاقي مقاسات لبسكم اختلفت تماما.